مرحبا بكم أصدقاء ومتابعي قناة أسرار مخفية. اليوم تمكنت فرقة الحرس المطار الديواني من كشف عملية تهريب كبيرة، وتتمثل العملية في تمكن مصالح الديوانة في محطة شحن البضائع مطار تونس قرطاج من حجز كمية كبيرة من مادة القنب الهندي تتجاوز 37 كيلوغرام، كانت مخفية بإحكام داخل 6 ورود مستوردة من أحد الدول العربية. الناطق الرسمي باسم أمن المطار قال إن العملية النوعية هذه كانت مبنية على بلاغ مسبق من ديوان رئاسة الجمهورية اللي أعطى تفاصيل العملية وأوصاف المهرب، ولكن الديوان الرئاسي رفض الإفصاح عن مصدر المعلومات هذه. وأضاف الناطق الرسمي أن المخدر هذا كان باش يتم شحنه إلى أحد الدول الأوروبية بعد ما جاء من المغرب، وأنه تونس ما هي إلا محطة عبور لشبكات كبيرة لتهريب المخدرات نحو أوروبا. بعد التحقيق معه أصدرت النيابة العمومية بيان مقتضب تقول فيه إنه الشخص اللي تم القبض عليه هو محل 9 مناشير تفتيش أغلبها بتهمة الإتجار بالعملة والتهريب، وإنه كان مخرج سابق في أحد الأحزاب الكبرى في تونس، ولهنا تتوجه أصابع الاتهام نحو حركة النهضة، خاصة بما إنه البلاغ جاء من ديوان الرئاسة. وإحنا نعرفوا المعركة السياسية اللي باقية تدور بين قيس سعيد وراشد الغنوشي. في النهاية ما تنساوش تعملوا إعجاب للفيديو واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد.